هو فعلا زمان ما كانش في حاجه اسمها اوف سايد، واللعيبه كانت بتروح وتيجي في الملعب زي ما احنا بنعمل في كره الشوارع. وعشان كده واحد زي الاسطوره بيليه البرازيلي سجل كل الاهداف اللي سجلها دي. احب اقول لك انه بالعكس تماما. كل ما نرجع بالزمن ورا، قاعده الاوفسايد كانت اصعب واصعب واصعب. وهنعرف سوا بامثله عمليه تاريخ قاعده الاوفسايد من الاسهل للاصعب، يعني من الاحدث للاقدم. وهنبدا مع القانون اللي تم تطبيقه من سنه 2005 لحد النهارده، اللي هو بيقول ان اللعيب المهاجم مع اخر اتنين مدافعين على خط واحد. لكن في لعيب متسلل لكن مش مشترك في الكوره، يبقى هنا مفيش اي تسلل. دلوقتي هنتكلم عن قاعده الاوفسايد المعمول بيها من سنه 1990 لسنه 2005. ونفس الحاله معانا، بس نفس الحاله هنا بقت اوفسايد، لان اللاعب المتسلل حتى لو مش مشترك في الكوره بيتحسب اوفسايد. لازم يرجع يبقى على نفس الخط عشان تبقى مش اوفسايد. ودلوقتي هنتكلم عن قانون التسلل اللي كان معمول بيه من سنة 1925 لحد سنة 1990، وده القانون اللي لعب عليه بيليه. نفس الحالة اللي كنا بنتكلم عليها، الحالة دي كده بقت اوفسايد في القانون القديم. لازم يرجع مهاجم قبل المدافع، مدافع سابق المهاجم آخر اتنين مدافعين، أو مدافع وحارس سابقين المهاجم. نيجي بقى لقانون التسلل المعمول بيه من سنة 1907 لسنة 1925، ونفس الحالة اللي معانا هتبقى تسلل. لازم يكون في اتنين مدافعين وحارس أو تلات مدافعين سابقين المهاجم. نيجي بقى لقاعدة التسلل الأصعب والأقدم والأولى، المعمول بها من سنة 1866 لحد 1907، اللي كانت بتطبق بطول الملعب كله مش بعد نص الملعب. طبعا لازم برضو تلات مدافعين أو مدافعين وحارس سابقين المهاجم. فلك أن تتخيل كمية الصعوبة في الحالة دي.